إزاي أحفظ نفسي من شياطين الجن؟ سيدنا أبو هريرة بيحكي في يوم إن النبي صلى الله عليه وسلم حَط يحرس زكاة رمضان، المهم وهو قاعد بيحرسها فجأة جه له واحد عمّال يقلِّب في الأكل وهيسرق منه وبتاع، فمسكه وقال له: "مش هاسيبك غير لمّا أروح بيك لرسول الله." فقعد يقول له: "أنا فقير وعندي عيال وسيبني ومش هارجع تاني." وبتاع، المهم إن هو سابه، فسيدنا أبو هريرة بيقول إيه: "فأصبحت فقال النبي: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ مش أنت مسكت واحد امبارح، عملت معاه إيه؟" فقال له: "يا رسول الله أنا مسكته وقال لي أنا فقير وعندي عيال ومحتاج وبتاع فسِبته، وقال لي إن هو مش هيرجع تاني." قال النبي: "أما إنه قد كذبك." ده كدّاب وسيعود هيرجع لك تاني. فسيدنا أبو هريرة بيقول إيه بقى، بيقول لك مجرد ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي إن هو هيعود، أنا عرفت إن هو سيعود، وده الأصل إن إحنا نقابل كل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالتصديق، نقابل كل كلام الله بالتصديق والتسليم التام. المهم إن هو فعلًا رجع له تاني يوم، وعمل معاه نفس الكلام، ولقاه بيقلّب في الأكل ومسكه وقال له: "مش هاسيبك غير لمّا أروح بيك لرسول الله." وقال له: "سيبني أنا فقير وعندي عيال." وبتاع، وسابه فعلًا. وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل نفس الكلام، قال له: "إيه أنت عملت إيه مع عسيرك؟" قال له برضه اشتكى من العيال وإن هو فقير وبتاع وسِبته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: "أنت كدّاب وهيرجع لك تاني." المهم إن هو رجع له تالت مرّة، ونفس الكلام فضل يقلّب في الأكل ويسرق وبتاع، راح جاي ماسكه قال له: "مش هاسيبك بقى غير لمّا أروح بيك لرسول الله." قال له: "طب بُص هاتفق معاك اتفاق، هاعلّمك شوية كلمات وتسيبني." قال له: "إيه هي الكلمات دي؟" قال: "إذا أويت إلى فراشك، لو خلاص دخلت تنام، فاقرأ آية الكرسي، اقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية." أعظم آية في القرآن. إيه اللي هيحصل لك بقى لمّا تقرأها؟ فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، يعني الله يحفظك من أي شر ومن أي شيطان ومن أي سوء، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وما فيش شيطان يقدر يقرب لك لحد ما تصحى الصبح. خلاص حس إن هو اتعلم حاجة مفيدة، راح جاي سايبه ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه بقى: "فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ عملت إيه مع الراجل اللي أنت مسكته؟" فقال له: "يا رسول الله ده زعم إن هو هيعلمني كلمات وهيعلمني حاجة تفيدني." فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ما هي؟ إيه هي الكلمات اللي قال لك عليها دي؟" فقال له بقى، قال لي: "لو إذا أويت إلى الفراش قل الله لا إله إلا هو الحي القيوم." اللي هي آية الكرسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه بقى: "أما إنه قد صدقك." ده قال لك كلام صدق فعلًا، وهو كذوب، والشخص ده أصلًا المفروض إن هو كذاب. "تعلم من تخاطب منذ 3 ليالي يا أبا هريرة؟" قال: "لا." قال: "ذاك شيطان." ده شيطان. فتخيل إن الشيطان وصيته إن إحنا نحافظ على آية الكرسي، وآية الكرسي هي من أعظم وأشد الآيات على الجن، وأي إنسان بيعاني من كثرة الذنوب أو المعاصي أو الشهوات أو البُعد عن الله محتاج يحافظ على آية الكرسي. ليه؟ لأن أصلًا من أسباب المعاصي والذنوب اللي وسوسة الشيطان، فأنت عايز ربنا يحفظك من الشياطين، حافظ على آية الكرسي، يبقى سبب في بُعدك عن الذنوب والمعاصي والشهوات. وأي حد بيعاني مثلًا من السحر أو الأعمال أو أي حاجة لازم يحافظ على آية الكرسي. طب في واحد ممكن يسأل نحافظ على آية الكرسي إمتى؟ أول حاجة نحافظ على آية الكرسي قبل ما ننام في أذكار النوم، ونحافظ على آية الكرسي في أذكار الصباح بتتقال بعد صلاة الفجر، ونحافظ على آية الكرسي في أذكار المساء بتتقال قبل المغرب بحوالي نُص ساعة كده، ونحافظ على آية الكرسي في الأذكار اللي بعد الصلاة. فالإنسان لازم يحافظ على هذه الآية العظيمة. ربنا يا رب يرضى عنا ويجعلنا من أهل القرآن ويوفقنا لكل خير.